بصوا معايا كده على الحاجات الجاية دي. شكلها جامد مش كده؟ خليني اقولك انك بعد الفيديو ده هتكون قادر انك تعمل كل الافكتات دي بسهولة، وده علشان ده فيديو تريكات جديد. وصحيح كنت هنسى، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. لو احنا عندنا صورة زي دي وعايزين يكون شكلها اكنها لوحة كده مرسومة بألوان مية مثلا، فأول حاجة نعملها هي إن احنا هنروح على قائمة إيديت ونختار منها فلتر جاليري. هتفتح معانا الويندو دي ونختار التأثير بتاع الكات اوت. ممكن من هنا نعدل على الإعدادات بتاعته شوية بحيث يبقى مناسب مع الشكل اللي احنا عايزينه، وبعد ما نخلص ندوس اوكي. وزي ما احنا شايفين كده دي النتيجة قبل ودي بعد. ودلوقتي هنكرر نفس التأثير على صورة تانية ونشوف الفرق. من إيديت نختار فلتر جاليري، وممكن إننا نعدل من هنا على أبعاد الصورة عشان نقدر نشوف التأثير بشكل واضح أكتر. وهنروح من هنا نختار التأثير، وفي تأثيرات تانية كتير ممكن تجربوها برضو. هنروح نظبط الإعدادات من هنا، وبعد ما نخلص ندوس أوكي. وده كده الشكل بعد، وكده قبل بعد قبل بعد. لو لاحظنا في صورة إزازة العصير دي هنلاقي إن الحتة اللي فوق محتاجة إنها تتفرغ أو تبقى شفافة شوية، من الآخر يعني تكون الخلفية اللي وراها باينة سنة. فعلشان نعمل كده هنروح على اللاير بتاعتها وناخد منها كوبي من كنترول جي. بعد كده هنقف على اللاير اللي تحت ونخلي البلند مود بتاعها ملتبلاي. وهنقف دلوقتي على الماسك بتاع اللاير اللي فوق ونروح على الإزازة ونعمل زوم على قد ما نقدر على الحتة اللي عايزين نعمل لها تفريغ. ومن حرف البي هنجيب البرش ونتأكد ان الفلو بتاعها قيمته قليلة، يعني يكون في حدود 9 أو 10 مثلا. ودلوقتي بالبرش السوداء نعمل كليكات بسيطة بالشكل ده، وده هيكون الشكل النهائي. ومعانا مثال تاني، ودلوقتي عايزين نعمل الكوباية دي تفريغ كامل. خطواتها هتكون شبه اللي فاتت بس هنضيف شوية حاجات بسيطة. أول حاجة هنروح على البلند مود بتاعها ونخليه ملتبلاي، من كنترول جي هناخد منها 3 نسخ، وهنلاحظ إن شكلها بقى عامل كده. هنقف على آخر نسخة ونغير البلند مود بتاعها لنورمال. دلوقتي شكلها هيكون عامل كده. هنقف على اللاير نفسها ونعمل دبل كليك بالماوس، هيفتح معانا الويندو دي. نروح على أداة البلند اف ونحرك السلايدر ده ونلاحظ التغيير في الصورة واحدة واحدة. وعشان التأثير ما يبقاش شارب قوي هنقف على السلايدر من Alt وسلكت ونحرك النص التاني لورا، وهيكون معانا بالشكل ده بعد ما طبقنا الإفكتات كلها. ودلوقتي هنعمل تأثير جديد للكتابة، وهو الكتابة على شكل النيون. أول حاجة هنعملها هو إن احنا هنكتب التكست بتاعنا بأي فونت عندنا مش هتفرق، ونظبط الأبعاد بتاعته بحيث يبقى في نص الديزاين على قد ما نقدر. بعد ما نخلص هنروح على الإفكتس ونختار الستروك. هنخلي لونه جريدينت بحيث تكون واحدة لونها غامق والتانية فاتح، وهكذا لحد ما الشريط ده كله يخلص. وفي الآخر هندوس أوكي ونتأكد من باقي الإعدادات برضو وندوس أوكي. هنلاقيها ظهرت معانا بالشكل ده. ودلوقتي واحنا واقفين على اللاير نفسها هنروح على الفيل ونخليه بزيرو. ودلوقتي من قائمة الإفكتس هنعمل أوتر جلو. هنظبط الأوباسيتي بتاعته ونخلي البلند مود بتاعه سكرين ونتأكد من اللون برضو، ونظبط باقي الإعدادات بالشكل ده. آخر إفكت هنعمله هو الأوتر جلو. هنظبط الإعدادات كلها بالشكل ده وفي الآخر هندوس أوكي. آخر حاجة هنعمل نيو لاير، وهنيجي بالبراش الفيدد ونخلي لونها نفس لون الستروك. وبعد ما نكبر حجمها هنخلي اللاير بتاعتها تحت ونبدأ نعمل كده. وبعد ما نخلص نغير البلند مود لسكرين مثلا. ممكن برضو نقلل الأوباسيتي شوية. وفي النهاية ده هيكون شكلها. ممكن برضو اننا نغمق اللاير بتاعت الحيطة. من adjustment هنروح على الليفلز ونعمل كليب ماسك ونغمقها بالشكل ده. هنلاقيها فرقت معانا بشكل كبير.
لو كنت بتعمل تصميم معين وفي التصميم استخدمت خشبة زي دي أو أي حاجة ليها تكتشر وعايز إنك تكتب عليها تكست زي كده مثلا، التكست مكتوب بشكل كويس وكل حاجة بس تحسه باين إنه مش واقعي، وعلشان التكست يكون واقعي لازم يكون واخد من التكتشر بتاع الحاجة المحطوط عليها واللي هي هنا الخشبة. وعلشان نعمل كده هندوس دبل كليك على اللاير وهنروح على أداة البلند اف وهنروح على تاني سلايدر وده المسؤول عن الأجزاء الفاتحة والغامقة في الشكل اللي تحت التكست. فلو سحبته بالشكل ده هيشيل من الأجزاء الغامقة في الشكل، ولو عملت كده هيشيل من الأجزاء الفاتحة. وعشان الشكل ما يبقاش شارب قوي كده، من Alt و Select هنرحل النص التاني من السلايدر عشان يبقى التأثير ناعم شوية معايا. وفي النهاية ده هيكون الشكل النهائي. كتير مننا بيشوف تأثير الكتابة ده، واللي هو بيكون عبارة عن تكست مكتوب بحيث يكون لافف حوالين شخص أو منتج معين زي في الديزاين ده كده. فلو عايز تعرف الإفكت ده اتعمل ازاي اتفرج للآخر. أول حاجة هنكتب التكست اللي احنا عايزينه بأي فونت متاح عندنا، وهنحدده من كنترول تي وهنختار الراب ونخليه من هنا أرش لور. ممكن نظبط فيه شوية بالشكل المناسب معانا. وبعد كده هنعمل اللاير دبليكيت من كنترول جي ونخلي اللاير تحت صورة محمد صلاح، ونعمل لها راب برضو بس المرة دي هنخليها أرش أبر، ونظبط أبعادها بالشكل ده. وفي الآخر ده هيكون الشكل النهائي. لو عندنا لوجو زي ده مثلا وعايزين نعمل حوالين منه شوية خانات مستطيلة نكتب عليها بس تكون متكررة بشكل دائري بحيث يكون شكلها أحسن، لو هنعمل ده بالطريقة التقليدية فهناخد كوبي من Alt و Select ونبدأ نحطها كده وناخد كوبي كمان وهكذا. بس هنلاحظ إن احنا مش هنقدر إننا نظبط الأبعاد بين كل خانة والتانية قوي. فالحل ببساطة إن احنا نرجع بالشكل ده ونقف على اللوجو ونحدده من كنترول تي ونجيب أداة المسطرة لو مش ظاهرة من كنترول ار ونبدأ إننا نشد خط بالطول كده وخط تاني بالعرض ونخليهم هما الاتنين يتقابلوا في نص الديزاين بالظبط. وهنعمل دلوقتي كوبي للشكل من كنترول جي وهنحدده بعد كده من كنترول تي. بعدها هنعمل كليك بالماوس واحنا دايسين على Alt في نص التصميم بالظبط. ودلوقتي لو جربنا نعمل روتيشن للخانة الجديدة هنلاقي إنها بتلف معانا بالشكل ده. ودلوقتي هنروح هنا ونكتب 360 على 10 اللي هو عدد التكرارات اللي احنا عايزينها. وركز في الاختصار الجاي ده، هنعمل كنترول Alt Shift وحرف التي من الكيبورد ونكرره، وفي كل مرة بنشيل ايدينا من على حرف التي وبتبقى ثابتة على الباقي. وفي الاخر ده هيكون الشكل النهائي. لو بصينا هنا في صورة كريستيانو وركزنا على راسه هنلاحظ انها مايلة ناحية اليمين شوية، فهل في طريقة ترجعها معدولة تاني؟ لو عايز تعرف ازاي اتفرج للآخر. هنروح على قائمة Edit ونختار البابت تول، هنلاقي فيه زي شبكة كده ظهرت على الصورة. هنبدأ ان احنا نحط نقط على الحتت اللي عايزين نثبتها، واخر نقطة هنحطها على راسه ونبدأ ان احنا نحركها في الاتجاه اللي احنا عايزينه. وممكن نغير كمان في الوضعية بتاعت كتفه عشان الشكل يظبط اكتر. وفي الاخر هندوس ابلاي. ودي كانت النتيجة قبل وكده بعد، قبل بعد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.